لما قامت ثورة السودان على عمر البشير قرر يكلف شريكه حميدتي انه يقاوم الشعب السوداني، لكن حميدتي في الوقت ده خاف على نفسه جدا لحسن الثورة طوله هو كمان، فقرر في الوقت ده يضحي بصديقه عمر البشير لانه كان شايف ان نظامه كده كده ساقط ومفيش مفر. محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي اشهر راجل في السودان، ما كملش تعليمه وساب الدراسة من وهو عنده 15 سنة واشتغل وقتها في تربية المواشي والأغنام، ومع الوقت اتحول انه يكون حارس للقوافل التجارية اللي بتعدي ما بين الدول العربية وبعضها زي ليبيا ومصر والسودان. وفي يوم من الأيام بتتعرض واحدة من القوافل اللي بيحرسها لسطو مسلح، وده بيجننه على الآخر لدرجة انه بيسيب التجارة خالص ويغير حياته 180 درجة. وساعتها بينضم لواحد من قرايبه في حركة كده شبه العصابة، لكن العصابة دي كانت مدعومة بشكل رسمي من الحكومة السودانية، وبيلاقي نفسه فيها جدا، والحكومة بعد كده بتسميهم حرس الحدود. والحركة دي باختصار كده كانت عبارة عن مجموعة من الميليشيات اللي وقفت مع الحكومة السودانية ضد المتمردين عليها في 2003 لما حصلت مشاكل كتير في إقليم دارفور. وساعتها الجيش السوداني ما قدرش على الحرب دي لوحده، فقرر يستعين بيهم، ومن وقتها بقى ليهم وزن وقيمة في السودان كلها، لدرجة ان الرئيس عمر البشير بنفسه بقى يعتمد عليهم في حاجات كتير. لكن من وقتها برضو الأمم المتحدة كانت بتصنفهم على انهم مجرمين حرب، لان راح فيها حوالي 300 ألف شخص، وكل ده كان بيحصل بقيادة حميدتي بالاشتراك مع قريبه موسى هلال قائد الميليشيات. لحد ما جت اللحظة الأهم في 2013 والمتمردين بدأوا يظهروا من جديد في دارفور، وساعتها قرر حميدتي يقعد مع الرئيس عمر البشير ويقول له احنا عايزين نكون موجودين معاكم بشكل رسمي، مش مجرد قوات بتحتاجوها وقت ما تعوزوها. ويتحول حميدتي ساعتها من مجرد قائد قبيلة ميليشيات مسلحة بتحتاجها الحكومة وقت اللزوم لمنصب رسمي في الدولة. مش بس كده، ده كمان بياخد رتبة عميد مع انه ما دخلش الجيش. ومن هنا بدأت سيطرة حميدتي على كل حاجة تقريبا من الناحية العسكرية، وفضل ورا كل حد كان بيشتغل معاه قبل كده، لدرجة انه قبض على قائد الميليشيات اللي كان قريبه ودخله السجن، وقعد يعمل انتصارات كبيرة جدا جوه السودان لحد ما بقى لواء. مش بس من الناحية العسكرية، ده كمان من الناحية الاقتصادية، لأنه سيطر تقريبا على أكبر مناجم الذهب في السودان، وعمل كمان شركته الخاصة لإنتاج الذهب اللي مقرها في دولة الإمارات. كل الحاجات دي خلت اسمه يكبر على مستوى العالم، مش بس في السودان، وخلت كمان قوات الدعم السريع تشارك في حروب دولية مش بس محلية. وكل ده طبعا كان بيحصل بموافقة الرئيس عمر البشير، اللي قرر يخلي قوات الدعم السريع تابعة للقوات المسلحة بدل ما تكون تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، لأنه كان شايفها هتحمي نظامه وتحافظ عليه، ومفيش حد هيقدر أبدا يقف قصاده طول ما هم موجودين معاه. لكن قيادات الجيش السوداني رفضت اللي عايز يعمله البشير ووقفت قصاده، لأنهم ما كانوش معترفين أصلا برتبة حميدتي، ومعترضين على إدارته للعمليات العسكرية سواء داخل أو خارج السودان. وده يخلي البشير يوصل معاهم في الآخر لنقطة وسط، وهو إنه يخلي قوات الدعم السريع تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية. بس اللي عمله ده طبعا قلب عليه الدنيا أكتر، لأن زي ما بيقولوا كده كان مدلعهم على الآخر بما إنه مسؤول عنهم بشكل مباشر كرئيس للجمهورية، فبقى يتعامل مع قوات الدعم السريع على إنها الجيش الطبيعي اللي من حقه يتدخل في أي حاجة وفي أي وقت، وينتشر بكل قواته في كل شوارع السودان. مش بس كده، ده كمان يسلحهم بكل المعدات التقيلة، ويخرج من تحت ايد حميدتي كل سنة عساكر بالآلاف ويرقيه رتبة فريق. وتيجي اللحظة الأهم في 2019 لما فجأة يجتمع المجلس العسكري السوداني في القوات المسلحة من غير الرئيس عمر البشير، ونتفاجئ بعد كده بسرعة جدا ببيان شديد اللهجة من وزير الدفاع بالانقلاب على رئيس الجمهورية والتحفظ عليه. وهنا ما كانش قدام البشير غير انه يعمل حاجة واحدة بس، يستعين بسرعة بقوات الدعم السريع بقيادة صديقه المقرب حميدتي. لكن وقتها كانت الأمور خرجت تماما عن السيطرة، والشوارع مليانة بثورة على نظام البشير، فبيقرر حميدتي وقتها ياخد طريق السلامة ويضحي بصديقه. وبعد ساعات قليلة جدا ينسحب وزير الدفاع عوض بن عوف ويتعين بداله عبد الفتاح البرهان، اللي بيقرر بعد كده يعين حميدتي نائب لوزير الدفاع، علشان تبدأ صفحة جديدة من صفحات السودان فيها أحداث أغرب بكتير من كل اللي حصل.